السلام عليكم. يلا بقى نحضر مع بعض البطاطس المخلله من هنا ورايح. مش هنشتريه خالص من بره، اللي محيرانا على طول. هعملها لكم النهارده بالطريقه زي المطاعم واحلى كمان. هنا استخدمنا بطاطسايه واحده بس. هنبدا كده. اول حاجه هنقطعها على 3 اجزاء. هنا البطاطس لازم يكون سمكها تخين شويه، مش عايزينها رفيعه عشان ما تتريش معانا في السلق على طول. نبدا نقطعها كده مكعبات. عايزين مكعبات وسط، مش صغيره ولا كبيره كده. خلاص بعد ما قطعتها ده السمك اللي انا عايزاه المكعب بتاع البطاطس ده. كده شكل البطاطسية بعد ما قطعتها كلها في سوا واحد. حطيت حلة تغلي معايا على النار. اول ما غليت معايا نزلت بالبطاطساية. هسيبها على النار تسلق بس 5 دقايق، مش اكتر ولا اقل، عشان ما تتهريش معايا خالص. كده خلاص بعد ما استوت معايا هوريك السوا بتاعها كمان. انا مش هريتها خالص ولا سبتها نية كمان. انا بالعكس عايزه البطاطس تتكسر في ايدك زي ما انتم شايفين كده. مش عايزينها مهريه عشان لما نيجي نقلبها في الخلطه بتاعتها ما تبقاش مهريه معايا خالص. هنا جبت معلقه من الثوم الاخضر، معلقه صغيره، ومعايا فلفل الوان اصفر واحمر، ومعايا فلفل حامي كمان اختياري مش اجباري. ونزلت ب3 معالق من الخل عليهم. ومعايا كمان ليمونه هعصرها كمان. انا حطيت الخل والليمون بس في الكبه عشان تتضرب معايا الفلفل والثوم. هبدا كده اقفل الكبه واضربهم معايا ضربتين بس 3. مضرب الفلفل بس يتكسر معايا. انا مش هنعمه ولا هسيبه خشن كمان. هوريكم برضو سمك الفلفل اللي انا عايزاه. بصوا ده السمك اللي انا عايزه فيه قطع فلفل، مش عايزاه ناعم قوي. هركن بقى ده كله على جنب. هجيب هنا معايا القطاعه. جبت شويه من الشبت وشويه من البقدونس او كزبره برضو يمشي. هنقطعهم كده حتت صغيره جدا. هنا الفيديو وقف معايا تصوير. جبت الطاسه ونزلت معلقتين من الزيت وحطيت عليهم الخلطه. حطيت كمان ملح وكمون وكركم بس. هو ده اللي انا استخدمت البهارات اللي في البطاطس. ما استخدمتش اي حاجه تانية، بس للاسف الفيديو كان واقف معايا مخدتش بالي من الكاميرا ان هي ما صورتش معايا. وبس كده شكل البطاطس. وزينت كمان بالخضره من فوق. لازم نقلب الخضره مع الثوم والبهارات في الاول في الطاسه على النار. هنقلبهم تقلبتين. الخضره ما بتبقاش خضره خالص، بس هنا انا زينت شويه في الطبق. وبس كده شكل البطاطس. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى عايزه لايك حلو وكومنت احلى. تنزلوا تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا على علامه الجرس وتعملوا شعار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. النهارده عملت البطاطس المخلله باحلى طريقه، احلى كمان من بتاعه المحلات والمطاعم كمان. ممكن ناكلها مع اي اكل من هنا ورايحه تعمليها في البيت زي ما انتوا شايفين كده. والدقه كمان بتاعتها بطاطسايه واحده عملنا احلى بطاطس مخلله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى الاشتراك واشوفكم تاني في فيديو جديد.